الكلام اللي قاله كابتن احمد شوبير ده كارثه، كارثه من اداره النادي الاهلي، اللي كل يوم والتاني بنسمع منهم كوارث. لما يطلع كابتن احمد شوبير يقول ان الاداره حتى في العقد انه ما ينفعش المدرب يمشي الا مع ضربة بداية الموسم، او يدفعوا له 6 مليون دولار، ويعني ان كده المدرب هيبتدي فترة الاعداد مع الفريق. ده كارثة. يعني انت كده مجبر تستنى لبعد اول مباراة للنادي الاهلي في الموسم الجديد عشان تقدر تمشيه. يعني انت مش ضيعت الموسم اللي احنا فيه ده اللي لسه ما خلص، لا ده انت كمان هتضيع فترة الاعداد. وطبعا مش هتعرف تجيب صفقات جديدة ولا تمشي لعيبة. فيعني الموسم الجاي ربنا يكون في عوننا ونستحمله على اللي هيحصل فيه زي ما حصل الموسم ده بيبين لك ان ادارة النادي الاهلي مفيش حد بيفكر عدل ولا بيتصرف عدل في قلب النادي الاهلي. والحال اللي وصل للفريق السنة دي ده مش من فراغ. الله يكون في عوننا. ما تنسوش تعملوا متابعة وتشاركوا في فيديو، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.